كانت مخبية جوزها عن كل الناس، والفرق بينها وبينه كبير. بتحب الأدوار الجريئة، ورأي جوزها وابنها فيها مفاجأة. شايفة نفسها جامدة في الشخصية وكمان في الشكل. فيفي عبده وقفت جنبها في أصعب مواقف حياتها، ورحيل أختها عن الدنيا وداها من الدنيا أيام. مسؤولة عن كل حاجة في حياتها وحياة اللي حواليها، وقصتها مع جوزها وطريقة حياتها غريبة، واللي بينتقدها بتعمل معاه الصح، وليها طريقتها في كل حاجة بتعملها في الدنيا. رحاب الجمل ست ب100 راجل، محدش يقدر يقف قصادها بسبب جرأتها وإنها مش بتخاف من حد. بس يا ترى بقى إيه حكاية جوزها وليه بتنادي عليه باسم غريب؟ وهل الفلوس فعلا هي اللي جمعت بينهم؟ وشغلانة ابنها الغريبة وقراره بإنه يبعد عن التمثيل، هل كان بقرار منها؟ تفاصيل كتيرة قوي في حياة رحاب الجمل محدش يعرف عنها حاجة. احنا بقى نقول لكم عليها في الفيديو ده وهنكتشف وشها التاني. رحاب الجمل شخصية تبان جامدة قوية، مفيش أي حاجة تهزمها. ناس كتير بتخاف من رد فعلها وبيبقوا مش عارفين الرد بتاعها هيبقى عامل ازاي، ودي حقيقة مش كدبة. رحاب من الشخصيات القوية اللي وقفت على رجليها من غير مساعدة حد، أخدت سلم التمثيل ده واحدة واحدة، ما كانش عندها مشكلة أبدا في ده، وكانت مستمتعة بتجربة التمثيل من أولها لآخرها. رحاب لما اتعرض عليها أدوار جريئة وفيها شوية مشاهد كانت بتوافق، كانت بتبص للموضوع كله على بعض مش على المشاهد نفسها، وكل حاجة وليها سبب. رحاب هي المسؤولة عن كل حاجة في بيت أهلها لأنها الكبيرة، عشان كده لما اختها رحلت عن الدنيا في حادثه كان ده من اصعب المواقف عليها، لانها ما كانتش عارفه تعمل ايه ولا تقول لاهلها ايه. واول ما جالها الخبر لقت نفسها بتجري على فيفي عبده اللي كانت بره مصر تصرخ لها وهي مش متمالكه اعصابها، وفيفي ما كانتش مصدقاها وبعتت لها بنتها عزه بسرعه عشان تكون جنبها لحد ما ترجع من السفر. وفعلا عزه بنت فيفي هي اللي عملت كل حاجه. واول ما النهار طلع كانت فيفي جنب رحاب، وده اللي خلاها بس تنام وترتاح بعد ما كانت واجهت اهلها بكل حاجه. وحزنها على اختها ده خلاها بعدت عن الدنيا ايام وليالي وهي مش عارفه ايه اللي بيحصل حواليها. كمان قصتها مع جوزها تامر ليها العجب، ما اصلها مخبيه عن الناس كلها ومحدش كان عارف شكله غير بقى من فتره قريبه كده ظهر معاها في لقاء وقالت انها بتخاف عليه من الحسد عشان كده مش عايزاه يظهر معاها، وهو بقى بيحبها جدا، وهي رغم انه اكبر منها ب20 سنه بس متفاهمين جدا. الحب هو اللي جمعهم من اول حياتها. رحاب بتقول لجوزها يا مؤسسه، وشايفه انه سر استمرارهم مع بعض انها بتعرف تتعامل معاه، بتشوف الراجل كانه عيل صغير ينفع يتراضى، وهي شاطره قوي في ده بقى غير انه بيغير عليها بس بالعقل لانه عارف انه متجوز ممثله وما عندوش مشكله بقى هو وابنه انها تعمل ادوار جريئه. ابنها بقى هو اللي مفاجاه، وده علشان ادم ابنها عمره وصل ل 25 سنه، والناس ما كانتش مصدقه انه ابنها. دول كانوا مفكرينها واقعه في قصه حب مع شاب صغير، وكانوا بيغلطوا فيها كمان، وهي كانت بترد على اي حد بيغلط فيها بطريقتها، واللي بيشتمها بترد له الشتيمه زيها ومش بتقبل على نفسها كلمه وحشه. بس ابنها بقى قرر انه يبعد عن التمثيل خالص رغم انها كانت مشجعاه، بس هو درس اخراج في امريكا ودماغه كانت رايحه للاتجاه ده من زمان. انتم بقى كنتوا عارفين الوش التاني لرحاب الجمل ولا لا؟